بما اننا دخلنا النص الثاني من 2025 وانت لسه محتار تشتري انه موبايل في فئة ال10 ل 15 ألف جنيه، الفيديو ده معمول علشانك، وكمان هجاوبك في الفيديو ده على كل الأسئلة المهمة، زي ايه افضل موبايل قيمة مقابل سعر، او ايه افضل موبايل في الشبكات، او ايه افضل موبايل للتصوير والكاميرات، وايه الموبايل اللي يستحمل شغل تقيل ويبقى ضد الصدمات، وايه الموبايل المناسب للألعاب، وايه الموبايل صاحب اقوى بطارية. ركز معايا بقى يا صديقي، علشان في اخر الفيديو ده هتكون عرفت ايه الموبايل المناسب ليك بالظبط. يلا ما اطولش عليك ويلا بينا نبدأ. ايه الاخبار يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. طبعا احنا في الفيديو ده هنتكلم عن كل الموبايلات باختصار طبعا، عشان احنا لو قعدنا نعمل مراجعة كاملة لكل موبايل الفيديو ده ممكن يوصل لساعة مثلا. فلو انت محتاج تعرف اكتر عن الموبايل فهتلاقي فيديو المراجعة لكل موبايل هنذكره في الفيديو ده موجود على القناة. نبدأ بأول حاجة، وده افضل موبايل قيمة مقابل سعر من وجهة نظري، الموتورولا موتو جي 75. ده افضل موبايل بالنسبة لي بيقدم قيمة مقابل سعر، لانه سعره تقريبا موجود حاليا في السوق 11500 ونص 11600 جنيه. لكن خلي بالك يا صديقي، الفترة الجاية سعره هيزيد بسبب الاقبال الشديد اللي موجود عليه الفترة دي. موبايل جايب من معالج من كوالكوم سناب دراجون 6 جين 3، وده من اقوى المعالجات في الفئة دي، مع رامة 8 مع مساحة تخزين 256، شاشة اي بي اس 120 هرتز. هي الشاشة مش اموليد لكن بالسطوع عالي وكويس. كاميرات بتصور 4K على الكاميرا الخلفيه والكاميرا الاماميه، صوت ستيريو من دولبي اتموس. الموبايل كمان مقاوم للصدمات، وجاي بمعيار مقاومه للميه والاتربه IP68. بالنسبه لي ده انسب موبايل لانه سعره معقول وبيقدم باكج متكامله. بص، هو العيب الوحيد اللي فيه هي نقطه الشاشه، لكن انا بالنسبه لي الشاشه الاي بي اس ليها مميزات. هي طبعا مش بنفس قوه الشاشه الاموليد. الشاشه دي ليها مميزات انه لا قدر الله الشاشه دي اتكسرت هيبقى تصليحها ارخص بكتير من الشاشه الاموليد. بص يا صديقي، لو انت مش هتقدر تعيش مع الشاشه الاي بي اس فانت ممكن تاخد موبايل بشاشه اعلى وكاميرات كمان اعلى بفرق بسيط عن كاميرات الموتو جي 75، وكل ده هيبقى موجود في موبايل سامسونج اي 36. هو نفس المعالج ال6 جين 3 من سناب دراجون، مع شاشه اموليد مش شاشه اي بي اس زي ما قلت لك، مع سطوع عالي و120 هرتز، تصوير فيديو احترافي وبالوان وتثبيت ممتاز، والكاميرا في التصوير زيها زي الموتو جي 75. الاتنين كويسين، يعني ممكن تبقى دي احسن شويه في معالجه سامسونج، لكن الاتنين كويسين في الكاميرات. لكن الميزه الجباره اللي انا شايفها في السامسونج اي 36، وتقريبا مفيش موبايل هيقدم لك الميزه دي، وهي 6 سنين تحديثات اندرويد مضمونه من شركة سامسونج. بس المشكلة انت علشان تاخد نفس النسخة هتضطر تعلى بالفلوس، فانت مثلا لحد 14000 ونص هتاخد النسخة 8 جيجا رام مع 128 مساحة تخزين. العيب بالنسبة لي غير موضوع السعر اللي انا قلت لك عليه، ان الموبايل ده بيسخن مع الاستخدام التقيل بشكل ملحوظ، بسبب انه ظهره كمان من الازاز على عكس الجي 75 اللي جاي ظهره من البلاستيك. الحاجه كمان اللي معروفه عن سامسونج وطبعا مش محتاج اقول لك عليها، انه الشاحن مش بيجي مع الموبايل في العلبه، وكمان الوصله اللي بتيجي مع الموبايل في العلبه هي 25 واط مش 45 واط، فانت هتضطر تجيب الشاحن بالوصله علشان تاخد الشحن السريع اللي بيدعمه الموبايل. بس لو موضوع الشاشه والتصوير وسنين التحديثات الاندرويد اللي انا قلت لك عليها يهموك، فالموبايل ده الانسب ليك. لو انت بقى مش عايز موبايل موتورولا ولا عايز موبايل سامسونج، انا عايز موبايل من BBK، مفيش غير اختيار واحد نزل السنه اللي فاتت، يا تلحقه يا ما تلحقوش، هو الريلمي بي 1 برو، وسعره هتلاقيه ما بين ال 14 ل 15000. شاشه اموليد كيرف شكلها حلو جدا، معالج من كوالكوم سناب دراجون 6 جين 1. هو طبعا اضعف بفرق ملحوظ عن اللي فاتوا، لكن هو ثابت ومستقر. كاميرا 4K كويسه طبعا، شحن سريع 45 واط، والشاحن موجود في العلبه. الموبايل ده هيبقى خيار كويس ليك لو انت عايز شحن سريع مع شاشه حلوه، لو عايز تبعد عن موبايل الموتورولا وموبايل سامسونج. لكن انا بصراحه شايف الموبايلين التانيين احسن منه بكتير، بس ده اختيار موجود لو انت عايز موبايل من شركه BBK. انما انت بقى لو شغلك تقيل ومحتاج موبايل يتحمل الصدمات، قدامك 3 اختيارات، بس انا بصراحه برشح 2 منهم. اول واحد هو الاوبو رينو 13 اف 4G والريلمي 14 تي 5G. الاثنين مقاومين للميه بمعيار IP68 وIP69، والاثنين بيستحملوا الاستخدام القاسي. الفرق بين الاثنين بالنسبه لي انه الريلمي بيدعم ال5G والاوبو بيتفوق شويه في الكاميرات. اهو يا صديقي انا بحدد لك كل موبايل ليه، عشان ما تجيش تقول لي انا اشتريت الموبايل ده وطلع امكانياته ضعيفه. ده لغرض معين، كل موبايل بقول لك ده غرض منه ايه. الاختيار الثالث اللي انا مش بفضله وانصحك ان انت تبعد عنه هو الاوبو A5 برو. برغم ان الدعايه بتاعته انه بقى مقاوم للصدمات ومفيش زيه وان هو بيتحمل اي حاجه، لكن بصراحه كل امكانياته التانية ضعيفه بالنسبه للمنافسين. بعد كده بقى لو انت عايز موبايل بطاريته تستحمل معاك يومين وشحن سريع جدا، هو اختيار واحد قدامك يا صديقي، هو الفيفو V50 لايت ال5G. بطاريه عملاقه يا صديقي،
6500 ملي امبير مع شاحن سريع 90 واط، وشاشه اموليد 120 هرتز، ومعالج دايمنستي 6300. هو اداؤه كويس، والعيب بالنسبه لي في الموبايل ده هو مقاومته للميه الاي بي 65، وده طبعا اقل واحد في المنافسين اللي احنا ذكرناه. لكن يا صديقي لو اهم حاجه عندك هي البطاريه فده الاختيار الممتاز ليك. لكن لو انت بقى يا صديقي جيمر وعايز اقوى اداء للالعاب في السعر ده، ما قدامكش غير الموتورولا موتو جي 75 تاني. معالج قوي وبيقدم اداء ثابت ومستقر، 60 فريم مش هينقصوا فريم، وحرارته اقل من سامسونج زي ما قلت لك لان هو من البلاستيك، وشاشه زي ما قلت لك 120 هرتز، وسماعات ستيريو ممتازه. وده بالنسبه لي افضل موبايل للالعاب في الفئه السعريه دي. الخلاصه لو انت لسه محتار انا هساعدك باختصار. لو احنا حطينا اعلى موبايلين موجودين عندنا هو الاي 36 والموتورولا موتو جي 75. انا بفضل ليه الموتورولا؟ لانه فرق السعر كبير، يعني انت بتتكلم لك في حسبه 2000 ونص 3000 جنيه، انت اولى بيهم. المشكله لو انت جاي من شاشه اموليد عاليه ونزلت لشاشه اي بي اس هتحس فعلا الموبايل وحش، صورته وحشه، الالوان عليه مش حلوه فمش هيعجبك. لكن لو انت جاي من موبايل اي بي اس بامانه الموبايل ده متكامل ومتوازن جدا. فاحنا لو حطينا احسن موبايل في اللي احنا قلناهم النهارده بالنسبه لي هو الموتورولا موتو جي 75. لكن لو انت لسه عايز شاشه اموليد وعايز كاميرات فانت هتضطر تروح للاي 36 وهتاخد النسخه ال 8 جيجا رام مع 128 وب 15000 مش ب 11 و600 زي ما قلت لك في الجي 75. انما انت لو شخص الموبايل ده هيبقى ثانوي بالنسبه لك وعايز يكون بطاريه قويه وشبكه كويسه فقدامك الفيفو في 50 لايت ال 5 جي. لو انت بقى مش فارق معاك كل الكلام ده وكل اللي همك ان انت عايز موبايل يستحمل شغلك ويستحمل اليوم بتاعك، وان هو يبقى وقع منك ما يحصلوش حاجه، شغلك بيبقى فيه مثلا حاجات صعبه والموبايل بيتاثر والموبايل بيتعرض لصدمات، فقدامك اختيارين منهمش تالت، هو الريلمي 14 تي ال 5 جي والاوبو 13 اف ال 4 جي. قول لي رايك في الكومنتات يا صديقي، هتشتري انهي موبايل؟ ولو في موبايل تاني عجبك ومحتاج تسال عنه اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.